السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الكبده الاسكندراني على اصولها بالمكونات سهله وبسيطه. وهنعمل ايه تاني؟ وهنعمل طحينه، نظبط الطحينه بتاعتنا. يلا بينا نشوف هنتبلها ونسمي الله. ومعايا معلقه من الطحينه الخام، وننزل معايا بالبهارات: نصف معلقة كمون، نصف معلقة شطة، نصف معلقة ملح، نصف معلقة كزبرة، ومعلقة التوم. كده معانا المكونات الجافة. ومعايا نص ليمونة، نصف عصرة ليمونة، ومعلقة خل. ونفضل نقلب بقى كده المكونات بتاعتنا. ومعايا 4 معالق مية لمعلقة الطحينة الخام، 4 معالق مية، ومعلقتين زيت أكل. كل ده اللي احنا هنستخدمه في الطحينة، بس هنستخدم تدريجيا. هنبدأ ننزل معايا بمعلقتين الأول المية، ونقلب كويس لحد لما نشوف هتحتاج تاني ولا لأ. هنا الطحينة الخام بتمتص المية وترجع تجمد معانا تاني. هنحطها بقى في طبق كده علشان نتمكن منها. خلاص نزلت معايا بمعلقة ونص من الزيت الزيتون أو أي نوع زيت انت تحبيه. شايفين أول ما حطينا الزيت مع الطحينة مسكت تاني. هنرجع نضيف معايا معلقتين كمان من المية علشان يكون القوام بتاعنا مظبوط. ادي كده 4 معالق من المية، 2 في الاول و2 دلوقتي. ونقلب كويس عشان نتأكد ان القوام بتاعنا مظبوط، ونرفع بالمعلقة كده نشوف ان كده قوامها مظبوط معايا ولا لا. هي كده بقت يعني زي قوام الكيكة كده بالظبط. على حسب بقى الكمية بتاعتك، هتفضل في طبقين او في طبق على حسب التقديم بتاع الاكل بتاعك. ده نصف المعلقة كده، معلقتين 2 من الزيت، وحطيت كمان عود خضرة. نيجي بقى هنا على الكبدة الاسكندراني: معلقتين توم، نصف معلقة ملح، ومعايا الكبدة كده متقطعة، معايا كزبرة وشطة وكمون وفلفل اسود. ده الأساسيات من التوابل. ومعايا خضرة محشي، ومعايا نص قرن فلفل ألوان وقرن فلفل حامي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه الأول. ومعايا الليمون والخل، ده المكونات السائلة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. في الأول هنجيب سلطانية كده معايا، ونحط معايا الكبدة والثوم. ننزل بالثوم والملح، وننزل بالكبدة والتوابل. التوابل اللي هي فلفل، كمون، كزبرة، وشطة على حسب الرغبة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم ولكم كالمثل. التوابل بقى الفلفل، كل التوابل هننزل بيها على بعضها. عايزين كده التوم مع الكبدة مع التوابل يندمجوا مع بعض. عندك حلين: ممكن تضيفي الخل والليمون من دلوقتي، وممكن تستني لما تحطيه على النار، بيكون افضل. اهم حاجه ندوب كده التوم مع الكبده مع التوابل. وعندنا طاسه بقى وتكون سخنه. في الوقت ده تكون مولعه على الطاسه. يا سيدي هنا بقى الكبده خلاص، الكبده ما بتتغسلش. طاسه كده، ونحط معلقتين زيت، ما نكترش لان هي فيها نسبه من الدهون. ونستنى عبال ما الزيت يسخن كده خالص، وننزل تدريجيا كده معانا بالكبدة علشان خاطر ايه؟ تاخد الصدمة معانا. في الوقت ده ما بنروحش عليها، بنسيبها لما تاخد الصدمة. اهم حاجة النار تكون عالية. واول ما نتأكد ان اللون بدأ يتغير معايا، نقلبها علشان تاخد الصدمة من الناحية التانية. يبقى كده كلها كده خدت الصدمة، وما تنزلش معاكي دم، وتكون مظبوطة معاكي. نسيبها 5 دقايق، وبعد كده نرجع تاني، ويكون اللون بتاعها كده كله زي ما هو كده. ما شاء الله اللون بتاعها اتغير 180 درجة. خلاص بقى كده بننزل بالفلفل الالوان والشطه. باقي معايا الخل والليمون، ننزل بذره بسيطه من الخل والليمون عشان يدينا طريان كده في الاخر. وكمان الخضره بتاعه المحشي. يا سيدي اول بقى ما بننزل معانا بالمكونات دي، ما بنسيبهاش يعني 3 دقايق على النار، عشان تحتفظ على اللون بتاعها كده، وتكون قوامها مظبوط واللون مظبوط. نزلت بقى كده بالخل والليمون. مش عارفه ليه ما ظهرش معايا في التصوير، ولكن هنسيبها 3 دقايق وهتكون قوامها كده مظبوط معانا. اللهم بارك ما شاء الله. اديله بقى، اعملي سندوتشات كده بقى بالطحينة،
عايزة تاكلي كده ورغيف عيش كده ويكون سخن اديله أي حاجة. الكبدة الإسكندراني دي على السريع، جالك ضيوف على السريع هتعمليها. وكمان معايا طبق فول يا سيدي بقى، على معلقة الطحينة كده على الفول، بقولكوش حاجة كده عظمة. أنا كنت بقول لكم وانتوا بتعملوا الفول وفيه طحينة بلاش تحط ملح للفول، لأن الطحينة بتكون مظبوط القوام بتاعها. ده شكل الفول معانا والسندوتش اللذيذ الحلو بالطحينة، وده المنظر بتاع الكبدة. تقدري بقى تقدمي بالطريقة اللي انت تحبيها والشكل اللي انت بتحبيه. متنسوناش بقى في